ان في سنة تانية كان عندي البوستر بتاعنا كان فيه نتائج لسه ما اتسلمتش، يعني في البوستر مكتوبة غلط، البوستر كان ناقص النتائج بتاعتنا. فاللي حصل ان احنا لما بدأنا العرض بتاعنا، وكل مقيم لما بيجي بيحضر كنا بنقول له ان احنا اللي حصل ده كان خطأ مطبعي مننا واحنا المسؤولين عنه، وان هو مجرد خطأ مطبعي وهو الصح بتاعنا. فتحنا له اللابتوب وقلنا له ان هو ده الخطأ وهو ده الصح. فدي قصة بسيطة بس عشان في ناس كتير كلمتني قالت لي ان البوستر بتاعهم فيه خطأ مطبعي، او هم عملوا حاجة غلط، او هم ما شافوش الحاجة الغلط دي. يا ريت ما حدش يعلق على الشعر يا شباب، انا عارف والله يعني لسه طالع من الامتحان متبهدل النهارده. تمام. فده عبارة عن قصة سريعة بس اللي حصل بالنسبة للايه، للبوستر. فما تقلقوش لو في حد سلم البوستر وفي اي حاجة غلط. طيب هنتكلم في الاول بسم الله عن الكابستون. ايه هو الكابستون؟ لان معظمنا سنة اولى. الكابستون هو ده يا شباب الخلاصة بتاعت بتاع المشروع بتاعك على مدار الترم. هتعرضه في مدة من 15 ل 20 دقيقة قدام 3 مقيمين لو انت سنة اولى، وقدام 4 لو انت سنة تانية، وقدام 5 لو سنة تالتة. الفكرة ان انت بتجمع كل المعلومات اللي انت حطيتها في البوستر بتاعك وفي البورتفوليو بتاعك، وبتعرضهم على هيئة بريزنتيشن. تمام. طيب يعني في عجالة كده، في عجالة وملخص اللايف للناس اللي هتبدأ. البوستر والبرزنتيشن والبورتفوليو وكله يتلخص في كلمة واحدة بس: التحضير. يعني من الأول للآخر هو عبارة عن تحضير. تمام. خليكم فاكرين الحتة دي معايا. طيب نبدأ في اليوم يوم تسليم البوسترات. انتوا سلمتوه طبعا. نبدأ بعدين المرحلة اللي بعد كده اللي هي التحضير. تحضير يا شباب وهنتكلم عليه بس شوية قدام. ده أهم حاجة. بسم الله. نتكلم على يوم الاكسبيشن ان شاء الله. يوم الاكسبيشن يا شباب اهم حاجة ان انتوا تبقوا حاضرين مع بعض وفاهمين بعض. تمام. وانتوا تتكلموا كأنكم متدربين مع بعض. عشان كده بقول لكم التحضير مهم جدا. ازاي يعني؟ طب انا هقفل الكومنتات معلش يا شباب عشان اعرف اركز في تمام. طيب اتكلمنا عن التحضير. الجروب بتاعك لو انت مش محضر مش هتعرف تحل، مش هتعرف تتكلم قدام المقيم، مش هتعرف الجملة مش هتبنيها صح. الانجليش لو بتاعك مش متظبط كويس هتهتف الانجليش بتاعك والمقيم مش هياخد صورة كويسة عنك. طيب المقيم بإذن الله هيدخل عليك، هيكلمك انجليش عادي، هيقول لك السلام عليكم، هتقول له السلام عليكم عادي. انت بتلقى التحية وهو بيلقى التحية عادي. بعد ما بيقول سلام عليكم وانت بتقول سلام عليكم، ما ت... الغي كلمة العربي من عندك. تمام. عشان نبقى واضحين من الاول. العربي ده تنساه خالص، تدخل انجليش على طول. طيب ليه الكلام بالانجليش مهم؟ لان الانجليش او الكلام بالانجليش عليه درجات. يعني هو مش بيقول لك والله الانجليش عليه درجة او اتنين او تلاتة، لا. الكلام ذات نفسه ككونتنت وكبرزنتيشن اللي هي برزنتيشن سكيلز والبودي لانجوج اللي هنتكلم عليها شوية قدام دي، كله ده عليه الدرجة بتاعتك. طيب درجة البوستر اتسلمت؟ اتسلمت. يعني لو انت سلمت البوستر فانت درجتك اتسلمت خلاص. بس ممكن ترفعها، مش هتنقص منك بس هترفعها عادي. ازاي؟ لو انت مثلا غلطان زي ما انا قلت لكم في القصة في الاول ان انا غلطت في الريزلتس. تمام. وما كنتش كاتب الريزلتس كويس او كان فيها جزء غلط. فاحنا ببساطة قلنا له والله ان احنا كاتبين الجزء ده غلط وهو التصحيح بتاعه اهو. فقال لنا خلاص تمام اوكي مفيش مشاكل، وبيفهم الموضوع وبيزود لك في الدرجة لو لقي صح ان انت تداركت الموقف او شرحت له الموقف اللي كان غلط وصححته. بس يعني مرة تاني هقول تاني، يعني انت ممكن تزيد في البوستر بس مش هتنقص. درجات البرزنتيشن دي واحدة هنتكلم عليها دلوقتي، بس انا بتكلم على البوستر مش هتنقص بس ممكن تزيد. ف يعني الحتة دي
باكد عليها ان انت تراجع البوستر بتاعك كويس، بحيث ان انت لو لقيت غلطه ما تداريش الغلطه، لا يعني بالعكس انت ممكن تزيد في الدرجه لو صححت للمقيم. تمام. بالنسبه يا شباب للناس اللي بتكلمني على الزي المدرسي، للاسف لازم نلتزم بالزي المدرسي، سواء اولاد او بنات. ما ينفعش نحضر بفستان للبنات، ما ينفعش نحضر ببدله للاولاد، نحضر بالزي المدرسي بس يا شباب بعد اذنكم. ليه؟ لان الموضوع ده حصل كتير قبل كده، وان في ناس كتير بتحضر. ماشي يا عبد الرحمن، شغل اللايف على 2، انا هنزل الفيديو ان شاء الله على اليوتيوب. لو حس الكلام بطيء يبقى اتفرج عليه على سرعة 2 على اليوتيوب. اوكي. طيب نكمل. بالنسبة للزي المدرسي، بعد اذنكم نلتزم بالزي المدرسي، لان انا شخصيا حضرت مرتين من غير الزي المدرسي، والمرتين دول مرة جبت فيهم بي بلس كابستون. متخيلين يعني ايه بي بلس كابستون؟ والمرة التانية جبت ايه كابستون يعني بس ضعيفة خالص. فبعد اذنكم يعني نلتزم بالزي المدرسي. طيب نتكلم في الموضوع بتاع تقسيم البوستر، وازاي بنقسم البوستر ما بين بعض. يا زينب يا ريت يعني نخلي الأسئلة بعدين، هجاوب على الأسئلة حاضر، بس عشان الأسئلة كده أنا مش هشوف الأسئلة كده تمام، عشان أنا بتكلم دلوقتي. بعد ما أخلص هنتكلم في الأسئلة إن شاء الله. طيب بالنسبة ازاي نقسم البوستر بتاعنا. أول حاجة الانترودكشن وتقديم الفريق، اللي هي الانترودكشن بتاعت البوستر أقصد، والانترودكشن بتاع تقديم الفريق مهمين خالص. ليه؟ لان ده الانطباع الاول اللي المقيم بياخده عنك وعن التيم بتاعك. يعني مثلا انا دخلت والتيم بتاعي وكل واحد فينا عامل وشه كده ومش شايفين قدامنا، وبنتكلم بصوت واطي ومش مسمعين المقيم احنا بنقول ايه. ده وش هياخد عنك فكرة وحشة ان انت ولا معلي صوتك ولا مسمع المقيم، ولا حتى ملتزم بالبادي لانجوج بتاعتك، ولا بتتكلم كويس، ولا بتتكلم بصوت مسموع. فنخلي بالنا في الاول. يعني انا دايما بحب اخلي، وده يعني مش قاعدة تمشي عليها ولا بتاع، لا ده مجرد رأي الشخصي يعني، ان انت تخلي حد صوته عالي وبيتكلم انجليش كويس يبدأ بالانترودكشن وتقديم الفريق. تمام. بيدخل my name is كذا there is our project اسمه كذا، نعرف البروجكت بتاعنا اسمه ايه برضو، وكل واحد في الفريق يتكلم ايه عن اسمه وبس. يا ريت يعني نفس الشخص اللي بدأ بتقديم الفريق يكمل الانترودكشن بتاعت المشروع. والانترودكشن يا شباب مش لازم نبدأ بالابستراكت نقراه زي ما هو وبعدين نحط الانترودكشن اللي موجودة في البوستر نحطها زي ما هي، لا مش لازم. ليه؟ ده بالعكس، يعني الموضوع ده كنا بنعمله في سنة أولى، بس من سنة تانية بدأوا يقولوا لنا لا، يعني يا ريت ما تخلوش الموضوع عبارة عن حفظ للبوستر وبعدين انت بتيجي تتكلم وخلاص. دايما تخلي ذهنك حاضر انت وبتتكلم قدام المقيم، عشان الموضوع يطلع معاك ايه، يطلع معاك بفهم. يعني ما تبقاش انت بتتكلم ولو نسيت كلمة في النص الموضوع او حبل افكارك اتقطع وتضطر تبص للبوستر وراك. تمام. ده بالنسبه للانترودكشن تقديم الفريق. يا ريت حد قوي في الانجليش وصوته عالي وبيتكلم كويس عشان يدي المقيم الانطباع الاول ان التيم شغال كويس، او التيم في حد يعني بدأ كويس عشان ياخد انطباع كويس. بعدين انا بحب احط في المركز الثاني من ناحيه الصعوبه الاناليسيز. ليه الاناليسيز؟ لان الاناليسيز غالبا بتبقى فيها شرح، اذا كان شرح للليرنينج اوتكمز اللي انتوا واخدينها، اذا كان شرح لل ايه غير الاوتكمز، اذا كان شرح لفكره عمل البروتوتايب ذات نفسها. فده شيء مهم ان شخص يكون عنده القدره ان هو يشرح كويس للمقيم، ان هو يوصل له الفكره بتاعته. يعني انا مش هدخل ولا انا حافظ او مش حافظ الاناليسيس، لا فاهمها كويس بحيث ان انا مرتب افكاري كويس، اول ما ادخل ما تأتيش في الكلام ولا انسى الجزء اللي انا المفروض اقوله. يعني ببساطة كده هترتب افكارك 1 2 3 4، ومفيش مشكلة لو نسينا اي واحدة في النص، واحد يدخل يزود معايا في الكلام، مفيش مشكلة، وهنتكلم عن الحتة دي بعدين. فزي ما قلت كده ان شاء الله تاني اقوى واحد في التيم ممكن ياخد الايه الاناليسيز.
بعد كده الجزء السهل اللي هو بيعتمد على الحفظ، وفي نفس الوقت مش اللي هو بيبقى جميع خالص، اللي هو الماتيريالز والميثودز. الماتيريالز طبعا سهلة، بتعرض الماتيريالز اللي قدامك من على البوستر عادي، بتشرحها، بتقول مثلا استخدمنا وود، استخدمنا جلو، استخدمنا كذا وكذا، بتشاور على البوستر عادي مفيش مشاكل. وتتكلم على الميثودز، يا ريت يعني البروتوتايب بتاعك قدامك وبتشرح عليه، يا ريت يعني بحيث ان انت تقول ان احنا وصلنا الفانل او الاي ان اللي انتوا حاطينها مثلا بزاويه كذا، عملنا بايب بماتيريال كذا، عملناهم مع عرفش مع بعض بزاويه كذا وهكذا. بحيث ان انت يعني دايما الفيجوال او اللي هو ان انت تتكلم بالصوره احسن من ان انت تتكلم بالكلام، فاهمين ازاي؟ بس انت طالما بتتكلم معاه وبتشرح له كده، ان شاء الله ايه، هيبقى الكلام مفهوم. تمام. بعدين جزء الريكومنديشن وجزء الايه الكونكلوجن. ده يا شباب يعني انا دايما بحس ان هو لما واحد بس بياخد الجزء ده، بحس ان هو مظلوم في الموضوع. ليه؟ لان هم عبارة عن حفظ، ويعني حرفيا هو مش بيعمل حاجة، هو بيقول كلام بس وخلاص، يعني مش بيفكر في الموضوع او كده. ولو ان يعني ممكن يكون صعب شوية على ناس يعني، بس انتوا في سنة اولى، بالنسبة لسنة اولى انا بتكلم، في ناس، انا عارف ان في ناس معاكم في الجروبات بتاعتكم الانجليش بتاعها مش كويس مثلا، واحد، او البرزنتيشن سكيلز بتاعتها ممكن تكون ضعيفة، او هي بطبعها هادية مثلا، او مش بتعرف توصل المعلومة. والكونكلوجن والريكومنديشن دول بيبقوا في اخر العرض، فمش بيحسس المقيم ان هو مثلا ايه، ان هو ما اتكلمش او كذا. دي واحدة من الطرق اللي بحب اقسم بيها البوستر بتاعنا. في طريقة تاني، ان الشخص الضعيف في الانجليش وفي الكلام يبدأ الاول، تمام، ياخد الانترودكشن بتاعت التيم، يعني يبدأ السلام عليكم، اسم التيم واسمه هو واسماء التيم، افراد التيم. بعدين حد ياخد مكانه اللي هو اقوى واحد فيكم مثلا، يدخل بالانترودكشن مثلا، او يدخل ايه، او تاني اقوى واحد وهكذا، بحيث ان الشخص الضعيف ده ياخد جزء بعدين في الريكومنديشن والكونكلوجن، فما يحسسش المقيم ان هو ما اتكلمش كتير. فاهمين ازاي؟ طيب دي واحدة برضو من الطرق اللي بحب اقسم بيها البوستر بتاعنا. تمام. طيب يا شباب، بالنسبة للنقطة اللي بعد كده عندنا الصور والجرافات. الصور والجرافات مهم جدا جدا ان انت تعرف الصورة انت جايبها من موقع ايه، وبتبريزنت ايه، او الصورة دي اللي قدام المقيم بتوضح ايه. اتأكدوا ان انتوا عارفين جايبينها من انه موقع، لان انا اتسألت فيها شخصيا الموضوع ده، وكان موقف محرج ان احنا مش عارفين كنا جايبينها من انه موقع. فدي واحدة الحاجات اللي عايز افكركم بيها وكده. تمام. وهكذا برضو النقطة اللي بعد كده معانا، اللينكس اللي انت بتحطها في التريتشر سايتد، دايما تعرف كل لينك اذا كنت حاطط 5 او اكتر، يا ريت لو انت ما سلمتش البوستر وحاطط اقل من 5 تخليهم 5 على الاقل، لان المينيمم ريكويرمنت ان هم يكونوا 5. تعرف كل لينك جايب منه ايه، يعني ايه المعلومة اللي انت جايبها من اللينك ده، واللينك ده من موقع ايه. تمام. ولو جايب لينك مثلا، الموقع مثلا جايب منه اكتر من لينك لصفحات مختلفة مثلا، تحط كل واحدة او تفتكرها طبعا في دماغك، يعني انت مش بتكتبها في البوستر بس بتفتكرها، تشوف كل واحدة جايب فيها ايه المعلومة، او ايه المعلومة اللي اخدتها من الموقع ده. طيب النقطة اللي بعد كده البرزنتيشن سكيلز او البادي لانجوج او الكلام ده كله. طيب بص يا شباب، هو الموضوع بسيط جدا وسهل، ما فيهوش اي مشاكل ان شاء الله. يمكن اول مره هتحس برهبه كده قدام المقيم، وده عادي مفيش مشكله، يعني انا بصراحه لحد سنه ثالثه وانا عادي بدخل الاكسبيشن وانا فيها خوف يعني فظيع ما يتوصفش. بس الموضوع كالتالي، انت لو مجهز كويس ان شاء الله هتعرف تأدي في الموضوع. طيب البودي لانجوج اللي انا بتكلم عليها، اول حاجه الصوت ذات نفسه، سواء عالي او واطي او سريع او بطيء. الصوت بتاعك، يعني لو انت بتكتب ورايا مثلا، لو كل واحد فيكم دلوقتي بيكتب ورايا وكده، خدوا نوتس يعني في الموضوع ده، وانا هسيب لكم الفيديو ان شاء الله تاني
على اليوتيوب، وهسيب لكم اللينك بتاع الشانل على اليوتيوب عشان تراجع لو حد فيكم يرجع للموضوع تاني. الصوت يا شباب ما يبقاش سريع ولا بطيء، ما يبقاش عالي ولا واطي، not too fast not too slow، تمام، not too high not too low، يعني ولا عالي خالص ولا واطي خالص ولا سريع خالص ولا بطيء خالص، بحيث ان احنا ندي المقيم احساس ان احنا بنتكلم واثقين في نفسنا في الاول بالصوت العالي، ولا احنا بنتكلم بسرعة محسسين ان احنا بنكروت الموضوع وهو مش فاهم ليه، وهو مش فاهم اللي بيتشرح ايه. وما تخافوش من الوقت، ال 15 دقيقة يعني في دقيقة او دقيقتين منهم هتضيع في التعريف عن النفس. ما تخافوش، يعني ما تقولوش ان الموضوع 15 دقيقة كتير وبتاع، لا، 15 دقيقة دقيقتين منهم هيروح في التعريف. بالتبديل ما بين كل شخص والتاني هتضيعوا دقيقة برضه او دقيقتين، والباقي ده انت هتستغلوه. يعني ما تخافوش، يعني الموضوع مش هيبقى زيادة في الوقت ومش هتعرف تقوله ايه في الاخر. ولو اتزنقتوا في الاخر طبعا الريكومنديشن والكونكلوجن غالبا احنا مش بنخلصهم للاخر، يعني احنا في معظم الاوقات مش بنخلص الكونكلوجن والريكومنديشن للاخر، بناخد الاهم منهم ونقولهم لان الوقت بيكون خلص. لو حسيتوا ان الوقت بتاعكم لسه مخلصش تدخلوا ايه بالريكومنديشن والكونكلوجن. تمام، اتكلمنا كده عن الصوت. بعد كده التون بتاعت الصوت. فاهمين في فرق بين الفويس والتون؟ التون دي اللي هي زي ما نقول كده الاكسبريشن بتاع الصوت بتاعك. يعني انت بتتكلم بتحس المقيم ان انت صوتك واثق من نفسك، ما تحسوش ان انت خايف او مرهوب، ما تحسوش ان انت لا انا مش متمكن من الجزء اللي انا آه، مش متمكن من الجزء اللي انا بشرحه. مين اللي كان بصحة ضرب ده؟ ماشي، شكرا يا شباب اللي بتقول صحة برضه. اوكي، النقطة اللي بعد كده وضعية جسمك انت بتتكلم. يعني ما ترفعش ايدك فوق خالص ولا تخليها في جنبك كده، يعني في ناس بتوقف كده واقفة ايدها في جنبها كده، وده طبعا غلط خالص. والحاجة اللي عايزة اقولها تاني ان انت ممكن تتفرج على تيد توكس. لو مش عارفين ايه هو التيد توك ده، هو عبارة عن اللي هي تكنولوجي انترتينمنت اند ديزاين، تمام. كتير منكم كمان بيعرف تيدكس والكلام ده، تتفرج على فيديوهات منهم على اليوتيوب كويس، بس يكون فيديوهات حلوة، وتشوف الطريقة اللي هو بيتكلم بيها وازاي بيشرح للي قدامه، هتتعلم منهم كتير ان شاء الله. طيب تمام، اتكلمنا عن الصوت والوضعية والتيك توك. ايه فاضل تاني؟ تمام، في حتة مهمة ودي من الآداب ان انت وقعت في ال في الهول بتاع الاكسبيشن، ان انت ما تتكلمش تمام لما ما يكونش معاك مقيم. يعني انت غالبا بتدخل الهول بتاعت الاكسبيشن، بتلاقي ان مثلا في 10 تيمات او 20 تيم مثلا، بتلاقي المقيمين من 5 ل7. يعني المقيمين بتلف على الاكسبيشن على الهول بتاعتكم، مثلا 7 تيمات بيكون معاهم مقيمين والباقيين لا، 7 تيمات معاهم مقيمين والباقيين لا. فانت الفترة اللي انت مش بتكون بتتكلم فيها او مش معاك مقيم فيها، حاول تستغل الفترة دي ان انت بتتكلم بصوت واطي مع التيم بتاعك. لو لاحظتوا اي حاجة غلط في المشروع، لو حسيتوا ان في حد منكم غلط في حاجة مع المقيم الاولاني، دايما حاولوا تتداركوا الموضوع ده مع المقيمين التانيين. وما تخافوش، دايما المقيم التاني والتالت الكلام معاه بيبقى اسهل من المقيم الاول، لان المقيم الاول طبعا انت في بيبقى فيه كلام كتير انت بتروح منك، انت بتنسى ده لو انت مش مجهز يعني طبعا. طيب النقطة اللي بعد كده واللي قلت لكم اهم نقطة هنوصل لها ان هي التحضير يا شباب. انا مش عارف اوصفه ازاي. يعني انا ممكن الملخص اللايف ده كله ممكن اقول لك حضر كويس وانت هتستغنى عن اللايف ده بالفعل. يعني اهم حاجة بصراحة التحضير. التحضير بيبين مين التيم اللي اشتغل كويس ومين ما اشتغلش. وخسارة انت تبقى اشتغلت الترم كله وظبطت الكابستون بتاعك في الترم كله وتضيع مجهودك عشان انت ما عملتش تحضير كويس او ما حضرتش كويس انت بتقول، او في حد منكم كسل ان هو يحضر. فاللي عايز اتكلم عليه ان انتوا التحضير بيبقى ازاي. بس
اول حاجه مثلا اسف. اول حاجه ان شاء الله بتكلموا مع بعض، هتشوفوا مين التقسيمه اللي احنا اتكلمنا عنها في الاول. يعني ايه؟ يعني كل واحد هيشوف الجزء المفضل ليه. لو في اكتر من واحد مثلا عايز نفس الجزء، بتشوفوا مين الاحسن في اداء كل جزء وتختاروا على هذا الاساس. يعني في الاول بنقسم كل واحد هيقول ايه، وبعد ما نقسم كل واحد ما نوقفش هنا، هو احنا كلنا هنقدم او كلنا هنراجع البوستر كله، بس في الاول نقسم كل واحد المفروض هيقول ايه. تمام، قسمنا كل واحد هيقول ايه، بيتدرب على الجزء بتاعه ده. بيتدرب ازاي بقى؟ مثلا انا عليا الانترودكشن اسف، انا عليا الانترودكشن مثلا. اوكي ماشي يا شباب، يعني خف الكومنتات يا ريت. انا عليا انترودكشن، هتكلم مثلا ماي نيم از عبد الرحمن ستيم وما اعرفش ايه هتكلم قدام مين بقى؟ قدام التيم بتاعي. ليه؟ لان التيم بتاعي عارف كويس انا هغلط في ايه وهيصححوني. يا ريت ما نتدربش وحدنا لو انتوا قاعدين طبعا في السكن مع بعض. لو انتوا قاعدين في السكن مع بعض، لو مش قاعدين مع بعض عايزين تتدربوا اونلاين ينفع، عايزين تصوروا فيديوهات لنفسكم وتراجعوها مع بعض ينفع. لو عايزين تصوروا فيديوهات وتبعتوها لبعض مش لايف برضه ينفع. بس انا بتكلم لو انتوا قاعدين حاليا في السكن، يفضل ان انتوا كل واحد فيكم يجهز الجزء بتاعه الاول ويتكلم فيه قدام الناس كلها عشان يراجعوا له الاخطاء بتاعته، وبعدين كل واحد يعرض الاخطاء بتاعته ايه قدام الناس التانيين وتحاولوا تتفادوهم. مش مجرد ان انتوا بتشوفوا الاخطاء بتاع التاني، لا، انت كل واحد بتشوف الخطأ بتاعه فين وتحاول انت تتفادى الخطأ ده وهو بعدين يتفادى الخطأ ده. تمام، ده اول مرحلة في التحضير. تاني مرحلة اللي اتكلمنا عنها برضو قراية البوستر ذات نفسه. قراية البوستر بتديك زي ايه، زي طريق كده انت هتمشي فيه. يعني انا والله مثلا في الانترودكشن مش هبدا بالبرايل سوليوشن، لا، هبدا بالايه، هبدا بالجراند تشالنج. بعد الجراند تشالنج هاجي ساحب الموضوع كده ادخله في التشالنج بتاعنا الخاصه بينا احنا. ومن الاهداف بتاعه البرزنتيشن او في الروبريك بتاع البرزنتيشن بيقول لك سهوله الانتقال من مرحله لمرحله او من جزئيه لجزئيه، ده عليه في حد ذاته درجات. يعني انا مثلا بكون بتكلم عن الجراند تشالنج، بيقول لك الفانل شيب اللي هو كده، يعني لو شايفين يعني كده، تبدأ من الكبير فوق تدخل ايه في الموضوع. لو انتوا شايفين يعني بنبدأ من الجزء الكبير اللي هو الجراند تشالنج، ناخد الموضوع واحدة واحدة نوديه ايه ناحية التشالنج بتاعنا، ومن التشالنج بتاعتنا بناخد الموضوع بعد كده نوديه للايه للسوليوشن بتاعنا. شايفين واخدين بالكم ازاي؟ يعني هنبدأ بالجراند تشالنج ندخل بيه على التشالنج عموما اللي هي السبيسيفيك بتاعت الناس كلها، بعدين ناخد الجراند بعدين ناخد التشالنج دي ندخل بيها على السوليوشن. السوليوشن ده هيتقسم لحتتين. اول حته اللي هي البرايل سوليوشن، واللي بنتكلم فيه عن الاخطاء اللي حصلت مع الناس اللي قبلنا او المشروع اللي قبلنا، واكيد في اخطاء لان لو ما فيهوش اخطاء ما كانش احنا عملنا البروجكت بتاعنا، صح؟ يعني احنا عندنا بروجكت بالفعل ما فيهوش اخطاء، في حد هيجي يقول انا هعمل بروجكت؟ لا طبعا. فاحنا بنتكلم بقى عن ايه الاخطاء بتاعت البرايل سوليوشن ده، ومن هنا نمسك الحته دي، نمسك حته ان هو في خطأ مثلا ونسحب بيها عن ان احنا عملنا ايه السوليوشن بتاعنا. السوليوشن بتاعنا نبدأ نشرح ايه هو السوليوشن بتاعنا بالظبط. يعني والله بما ان احنا معظمنا سنة اولى، يعني هتكلم على مشروع سنة اولى. احنا بنجمع مية المطر عن طريق الفانل بتاعنا او ايا يكن اللي احنا عاملينه. بعدين بنتكلم عن ازاي احنا، يعني احنا عرفنا دلوقتي المشروع بتاعنا ايه، بعدين ندخل على تعريف المزايا بتاعت المشروع بتاعنا. يعني انا هدخل اقول له والله ده بيجمع ميه المطر، مش بس كده، فاهمين ازاي؟ يعني انا مش هقول له بيجمع ميه المطر، ما هو في كذا واحد كذا واحد بيجمع ميه المطر غيري. انا والله هقول له والله احنا بنجمع ميه المطر وعن طريق كذا بنعمل ماكسمايز للاماونت اوف ووتر المجموع، او بنعمل ريديوس للايه الاماونت اوف ماني ايه المدفوع. تمام كده، ونبين
خالص لازم تبين المزايا بتاعت المشروع بتاعك. يعني وعلى حسب مستر بتاع الكابستون بتاعنا يعني قال لنا ازاي انت في المشروع بتاعك ده عبارة عن ماركتينج، يعني عموما او سوري، انت وبتتكلم يعني اعتبر معاك منتج اللي هو المشروع بتاعك، وعايز تعمل له ماركتينج لشركة، عايز تعمل له ماركتينج للبني ادم اللي قدامك بحيث ان هو يشتريه، فانت هتركز على المزايا بتاعتك، صح؟ تمام. ركزنا على المزايا بتاعتنا واتكلمنا عن ان هو مثلا والله بيجمع ميه المطر ورخيص وبيجمع ميه كتير، والكلام ده كله كلام حلو. انا عايزك توريني عملي، عايزك تقول لي النتائج بتاعتك. انا عايز اعرف انت بتقول كلام وخلاص، ولا انت بتتكلم في حاجه معاك اثبات اللي هي الريزلتس. ومن هنا من الانترودكشن هتتكلم باختصار، واضحه الحته دي، هنتكلم باختصار عن الريزلتس بتاعتنا ان شاء الله. اتكلمنا عن الريزلتس بتاعتنا يعني بس كده في العموم من جنرال. والله هنقول ان احنا مثلا الميه المجموعه كانت 5 لتر لكل مثلا 5 دقائق، بتكلفه كذا. بس كده تمام، الانترودكشن بتاعتنا خلصت. بعدين من هنا نسحب برضو ايه زي ما قلنا الفانل بتاعنا كده، نسحب على الميثودز بتاعتنا والماتيريالز. والله انا بتكلم مثلا بعد ما خلصت مش لازم مثلا انا بقول وجمعنا ميه في 5 دقائق ومقدارها 5 لتر بس، وانا هنا خلصت وزميلي هيدخل يتكلم عن الماتيريالز مثلا. لا مش لازم، مش للدرجه يعني. انا ببساطه بعد ما اخلص هقول له الماتيريالز هيتكلم عليها زميلي كذا، بسحب الموضوع بحيث ان انا ما شتتش المقيم ولا ابان ان انا يعني حافظ نص كده واديته له وماشي خلاص. لا، هسحب الموضوع والماتيريالز اللي استخدمت في المشروع بتاعنا هيتكلم عنها زميلي كذا، وعرف زميلي كذا مثلا. زميلي بقى هيدخل يتكلم، يبدأ بنبرة صوت عالية في الأول عشان المقيم يشد الانتباه ليه وكده. بالنسبة ايه دلوقتي احنا بنتكلم في الماتيريالز، صح؟ الماتيريالز يا شباب دايما بحب فيها، يعني انا دايما بحب اخد الماتيريالز لان هي في نفس الوقت ان هي سهلة، ان هي بتبين، يعني انا بحسها في الانجليش بتاعها سهلة بصراحة يعني. فانا بتكلم والله احنا ليه اخترنا الماتيريال دي في المكان ده، وليه عملناها بالشكل ده. تاني، ليه اخترنا الماتيريالز دي بالظبط، وليه عملناها بالشكل ده، سوري، ليه اخترنا الماتيريالز دي وليه عملناها بالظبط كده، وليه اخترناها هي بالذات. طيب ليه اخترنا الماتيريالز دي؟ طيب انتوا عندكم في سنة اولى الماتيريالز ثابتة غالبا، صح؟ فاحنا مش هنتكلم عن حتة ليه اخترنا الماتيريالز دي لانها مفروضة عليكم. انا بتكلم لبتوع تانية وتالتة، بنتكلم عن ليه الماتيريالز دي. سواء في سنة تانية مثلا لو عاملين اردوينو مثلا هتقول ليه استخدمت اردوينو اونو، هتقول ليه استخدمت اردوينو نانو، تشرح له ليه. يعني ما تدوش والله احنا استخدمنا اردوينو اونو او نانو. طب استخدمت نانو ليه؟ والله هقول له عشان البروجكت بتاعنا مش محتاج اكبر من كده، واحنا عايزين نصغر الحجم بتاعه. هو كده هيفهمك هيبقى الموضوع واضح في نظره. سنة تالتة مثلا هتقول له والله استخدمت البايثون، ما استخدمتش مثلا فلاتر عشان ابني اب مثلا موبايل اب. تقول له ليه استخدمت بايثون؟ تقول له والله ان هي مثلا سهلة، ان هي ما اعرفش ايه. فاهم؟ تشرح له ليه استخدمت المادة دي. بعدين تقول له استخدمتها في ايه. يعني انا دخلت وقلت له استخدمنا الفوم والكرتون والغراء. تمام. بعدين يعني قول لي استخدمتها في ايه. والله احنا بنينا الشافت مثلا او البايب دي من البلاستيك، وبنينا الجزء الفانل من فوق ده من ايه، من الكرتون مثلا والغيره، وهكذا. تشرح له الماتيريالز دي استخدمت في ايه، ومن هنا هتسحب خط للميثودز. بس هكمل ثانيه. يبقى شرحنا الماتيريالز هي ايه وليه استخدمناها وازاي استخدمناها. بعد ما نخلص ازاي استخدمناها، بالظبط كده يا فادي، نخلي الموضوع كونتينيوس على قد ما تقدر. بعد ما تخلص كده تيجي سحبه استخدمناها كذا وايه، وتسحب له على الميثودز بتاعتكم. الميثودز بتاعتكم هتتكلم فيها عن ايه؟ هتكلم فيها واحد عن ايه الميثودز بالظبط،
تمام. 2 الخطوات بتاعتهم بالترتيب. 3 سوري 3 وصلتوا للناتج النهائي ده ازاي. يعني اول حاجة هتكلم مثلا عن الميثودز بتاعتنا، هقول والله ان احنا بدأنا بتجميع الادوات اللازمة، بدأنا بعدين باخذ العينات مثلا او المقاسات بتاعت المشروع بتاعنا. مثلا كل مثلا ضلع من اضلاع المشروع يعني كان 5 سنتي مثلا، تذكر له هنا ليه استخدمت المقاس ده بالظبط. او ممكن تسحب الموضوع ده في الاناليسيز، ممكن براحتك، بس انت لو عايز تشرحها في الميثودز اوكي. هتقول والله استخدمنا مثلا 5 سنتي، بعدين عملنا لهم جلونج مثلا مع بعض بالغرة، بعدين بدأنا ان احنا ناخد الشكل بتاعنا، بعدين وهكذا وهكذا، تسحب معاه في الميثودز لحد ما تخلص. في جزء بقى اللي هو التست بلان. التست بلان يا شباب عبارة عن شيء مكتوب يكتب في البوستر. يعني التست بلان غير التست، واخدين بالكم؟ التست بلان ده عبارة عن ازاي البروتوتايب بتاعك هيعمل اتشيفنج للديزاين ريكويرمنتس اللي انت حاططها قبل ما تبنيه اصلا. اقول تاني، الديزاين ريكويرمنت ازاي البروتوتايب بتاعك هيعمل لها اتشيفمنت قبل ما تحط اصلا اي خشبة في البروتوتايب، قبل من البداية خالص ده. فده مش بنتكلم عنه في البرزنتيشن بتاعنا. طيب بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على التست. يعني خلصنا الميثودز خلاص اسف، خلصنا الميثودز خلاص تمام. عند هنا وابدأ في ايه؟ في ان انت تشرح التست بتاعك ماشي ازاي. عايز تبدل مع حد اوكي، عايز تكمل انت اوكي. هشرح الميثودز بتاعتي مشيت ازاي الاول، خلصناها، دخلت في التست بتاعي كان ازاي. وهنا هرجع لحته مهمه خالص هنا، تمام. ان انت يا ريت يعني تكونوا جربت البروتوتايب كويس بتاعكم، سواء عملت له فيديو او لا. يفضل ان انتوا تكونوا عملتوا له فيديو. لو ما صورتوش الفيديو عادي تصوروه دلوقتي. المهم هو الفيديو ملهوش ميعاد محدد، انت بتعرضه له في البرزنتيشن بس، تمام. السيفتي يا شباب وانت شغال في الفيديو. يعني انا نقصت في سنة تانية تقريبا، كنا شغالين على السويج ووتر اللي هو المية بتاعت الصرف الصحي. وفي اثناء كده كان في واحد بس من التيم كله، كنا 4 تقريبا او 5، ما كانش لابس جلافز، مع ان هو اللي كان بيصور. يعني هو ملهوش دعوة بالموضوع، كلنا لابسين جلافزات ولابسين الكود بتاعت المعمل وكل حاجة. والمقيم علق على الموضوع ده واتكلم على ان هو ازاي مش لابس سيفتي. فيا ريت لو انت هتصور في المعمل يا ريت تكون لابس السيفتي بتاعك. لو مثلا لا قدر الله انتم مشيتوا من المدرسه، انا مش عارف انتم مشيتوا ولا لا، وعايز تصور فيديو مثلا، هتصوره في بيتك مثلا او هتصوره في اي مكان، حاول ما تبينش اشخاص في الفيديو، وما تبينش يدك بقى والكلام ده كله. تخليك بعيد، يعني تخلي البني ادمين بعيد ان هم يظهروا في الفيديو. ودي حتة مهمة اللي هي يا شباب ايه؟ السيفتي. وكمان قلنا ان انت تكون مصور فيديو، لو ما صورتش صور عادي. فيديو عبارة عن دقيقة بالكتير، بيبدأ مثلا بشرح اسماء التيم. ممكن تضيع وقت بالحتة دي، يعني كنت بستخدمها انا وضيع وقت بيها. اشرح اسماء التيم والكلام ده كله، والتيم بتاعنا والبروجكت بتاعنا اسمه ايه. بعدين على ادخل على زي ايه، زي التايم لابس، تمام، او فيديو مسرع احنا وبنبني البروتوتايب. لو مش عايز انت وبتبني البروتوتايب، لو انت خلصت وما صورتوش اي حاجه، آه، هتحط الجزء اللي انت بتختبر فيه ايه الريزلتس بتاعتك. مش لازم يبقى بيرفكت، مش لازم يبقى متصور بكاميرا عالية، مش لازم يبقى كله واضح من الاول للاخر. لو الفيديو متصور في اضاءة كويسة، لو انت ظبطت الاضاءة بتاعتك ان شاء الله هيطلع معاك جودة حلوة. ولو ما ظبطتش معاك ومصور اي حاجة، اعرضها له بس كنوع من ان انت حاولت، بس عشان ما يبقاش الموضوع كله عبارة عن ان انت جاي بتوري له بروتوتايب كده ثابت مكانه. عادي لو مش صورنا.
ما أنا مش فاهم الجملة او مش صورتكم يعني. اه عادي مفيش مشكلة. طيب يا احمد يا حاتم، انتوا ما صورتوش بروتوتايب في المدرسة؟ مفيش مشكلة عادي يعني. ممكن لو حد فيكم هو اللي معاه البروتوتايب معاه في البيت مثلا وكده، ممكن تصوروا عادي. طيب اوكي، ثانية يا اسلام هرد عليك في الموضوع الانجليش. طيب لو انت سايبين البروتوتايب بتاعكم في السكن، مش مشكلة يعني. غالبا مش هياخد اكتر من ربع ساعة او نص ساعة ان انت تصور فيديو للتست بتاعك. ممكن يوم الاكسبيشن ان شاء الله لو وصلتوا بدري هتروح تصور الفيديو سريع يعني. انا بقول لك مش هتكمل اكتر من دقيقة، وتعرض زي ما هو. لو في صوت في الخلفية مثلا وكده، ممكن تعمل ميوت للصوت وتشرح عادي وهو بيتحرك مثلا، وتقول له والله هو ده الفانل بتاعنا، قطره كذا وكلام كذا، بين ان انت متفاعل معاه يعني وكده. تمام. طيب اتكلمنا عن ان احنا مجربين البروتوتايب ومصورين الفيديو. حتة تاني ان انت ما تقطعش حد ابدا وهو بيتكلم. تمام. يا ياسر يا ياسر، هتكلم تاني عن الموضوع ده في الاخر. حاضر. حاضر يا حاتم، ما صورتوش، حاضر هتكلم تاني. تاني هقول ما تقطعش حد ابدا وهو بيتكلم، مهما كان هو هبل ايه او غلط في ايه. بعد ما يخلص كلامه، لو ما عرفتش تلحقه او هو ما لحقش نفسه، بعد ما تخلص حاول بشياكة كده تصحح الموضوع للمقيم، لو اخد باله اصلا المقيم يعني. هو ممكن غالبا ما بياخدش باله، بس مثلا الموضوع هبت منه على الاخر يعني، بهدوء كده بتصحح ايه، بتصحح للمقيم ان هو صاحبك قصده كذا، وبعدين تكمل الجزء بتاعك انت. طيب في حركة احنا كنا بنستخدمها، ان احنا لو في حد فينا لاحظنا ان هو مثلا بيتكلم في حاجة مش مظبوطة او غلط في كذا او كذا، ان احنا واحد فينا بهدوء كده بيعمل حركة معينة. مش عارف كنا بنعمل كده ولا كده، مش فاكر بصراحة يعني. لو نفعت معاكم اوكي، ما مش عايزين تعملوها، عايزين اللي بعديه صحح، مفيش مشكلة برضه. بس برضو موضوع التحضير ده بيفرق خالص في ان انت يعني بتعرف تسترجع المعلومة بسرعة. لو غلطت في الموضوع عبد الله، هتقعدوا من ربع ساعة تمام ل20 دقيقة، يعني من 15 ل20 دقيقة مع كل مقيم. لو انت في سنة اولى 3 مقيمين، لو انت في سنة تانية 4 مقيمين ان شاء الله. تمام. طيب هعيد تاني على الحتة اللي فاتت دي لانها مهمة. انت ورايح المعرض رايح تتحاسب على المعرض بس. يعني البوستر بتاعك هبلت فيه البوستر بتاعك 100%، انت رايح تتحاسب على المعرض والعرض بتاعك. يعني هتركز على البادي لانجوج بتاعتك، هتركز على الانجليش بتاعك، هتركز على ايه، ان انت ما توحيش للمقيم ان انت مش مذاكر. طيب والله احنا غلطنا، هقول تاني عشان مهمة، معلش يا شباب. لو احنا غلطنا في البوستر بتاعنا وغلطة كبيرة وواضحة والمقيم اكيد هياخد باله منها، بكل بساطة هتتكلم عن ان انت غلطت في الموضوع ده، وهو عادي يعني. والله يا شباب يعني احنا بقول لك غلطنا في الموضوع وبعدين اتكلمنا، مفيش، ده بالعكس فرح ان احنا اتكلمنا وقلنا معاه، لان هو لاحظ. يعني يا شباب المقيمين اللي بيجوا دول دكاترة، معظمهم بيبقوا دكاترة. فما تفتكرش ان انت مثلا لما هتضحك عليه مثلا، او هو مش هياخد باله من البوستر بتاعك. والله حرفيا المقيم ساعات بيبقى عارف حاجات عن البوستر بتاعنا احنا مش واخدين بالنا منها. هتكلم عن حتة الباوربوينت دي يا يوسف، ثانية بس، خليك للآخر معايا. اللي فاكره ان العرض كان تقريبا عليه 10 درجات، ده اللي افتكره يعني. هتلاقوه في الروبريك بتاعكم برضو لو كانوا غيروا اي حاجة فيه. ال10 درجات دول مضمونين ان شاء الله. بس احنا ما بنحاولش ناخد ال10 درجات بس، احنا بنحاول لو كان عندنا غلطة في البوستر بتاعنا بأي شكل من الاشكال، ان احنا نحاول ندي المقيم انطباع كويس ان احنا والله الخطأ ده كان مطبعي، خطأ كان مثلا عادي، في كلنا بنغلط عادي. نخليه بقدر الامكان ان هو يتعاطف معانا عشان يدينا ايه، درجة زيادة. طيب الموضوع اللي بعد كده ثانية. اه تمام. الموضوع اللي بعد كده يا شباب، اتكلمنا عن التست. بعد ما شرحنا التست وكده،
بندخل على ايه؟ اناليسيز. الاناليسيز دي يعني انا بصراحه عمري ما اخدت الاناليسيز في بوستر. ليه؟ آه، لان الاناليسيز عايزه واحد متمكن منها، وانا بصراحه ولا بكتب اناليسيز ولا بعرف اشرحها. فده ممكن يبقى بالتظبيط مع بعض. الاناليسيز عايزه واحد مركز كويس هو بيقول ايه اثناء الشرح. يا ريت تدوها لحد فاهم كويس هو بيقول ايه. معلش يعني انا، ما تاخدش الموضوع على صدرك ان هو لا انت احسن مني وانت مش احسن مني. لا، ما الموضوع مش بيمشي كده. احنا بنعمل الحاجه اللي تمشي صالح التيم العام. يعني انا مثلا مش هقول لاحمد ان هو احسن مني، او انا متضايق ان هو شايف نفسه احسن مني واقول له لا انت ما تاخدش الاناليسيز وانا عارف نفسي مش همشي في الاناليسيز. يا ريت يا شباب الموضوع اكبر من كده. انت فكر في مصلحتك، ومصلحتك ان انت تدي الجزء، كل جزء لاحسن واحد هيقدم الجزء ده. تمام، خلينا متفقين على الحته دي بالله عليكم، عشان الحته دي مهمه خالص. طيب اتكلمنا عن الاناليسيز وشرحنا الليرنينج اوتكم اللي هي موجوده في الاناليسيز. والحوار مش كبير يا رهف ولا حاجه. الموضوع كله ايزي بعد اول مقيم بالظبط ان شاء الله. لو انت مش محضر الموضوع هيمشي معاك. لو انت محضر من اول مقيم ان شاء الله هيجي الموضوع سهل معاك ان شاء الله. ثانيه يا رضوى، حاضر. طيب في صور حاطينها بس مش لابسين السيفتي، نشيلها من البورتفوليو ولا ايه؟ بص، هو بالنسبه للبورتفوليو، البورتفوليو بتصحح في المدرسه. بس ده ما يمنعش ان انت تصححيها. لو لسه ما سلمتوش البورتفوليو طبعا صححيها، او حاولوا يعني على الاقل تظللوا على الجزء اللي انتم ماسكين بايدكم مثلا عليه ده. تعملوا ايديت على الصوره اي لون كده مثلا وبتاع، اللي هو ما تخافوش. الموضوع برضو في البورتفوليو اسهل شويه في التعامل منه مع البوستر، لان البوستر عليه درجات كتير واللي بيصححوه الدكاتره مش المدرسه. خلصنا الاناليسيز، وبعد ما خلصنا الاناليسيز بندخل على الريكومنديشن والكونكلوجن. يعني انتوا لو عارفين في طبعا من فتره كنت بعت لكم ان انتوا بعتوا لي الديزاين بتاع البوستر بتاعكم، وفي ناس بعض الاشخاص يعني مش كله بصراحه رجعت ليهم كونتنت. فلقيت الناس عامله الريكومنديشن والكونكلوجن زيهم زي الاناليسيز، مع ان الاناليسيز عليه درجات كتير هي والابستراكت. والكونكلوجن والريكومنديشن تقريبا عليهم 5% من البوستر، يعني مش من المجموع الكلي، لا من البوستر. يعني حاجه ضعيفه خالص، ومركزين عليها وسايبين مساحه قد كده للتريتشر سايتد. ليه؟ ان هم فاكرين الريكومنديشن الناس اللي هتيجي بعد كده وهنتكلم ده موضوع كبير وبتاع. لا، حرفيا الريكومنديشن ممكن تحط 2 أو 3 نقط بالكتير وتاخد الدرجة النهائية ان شاء الله 100%. والكونكلوجن كذلك، لان هو مش بيبقى محور التركيز عليه. محور التركيز بيبقى اكتر على الاناليسيس بتاعتك، الانترودكشن والابستراكت والميثودز والتيست. الكونكلوجن الكونكلوجن والريكومنديشن ايزي خالص. يعني انت ممكن تكتبهم في 10 دقائق حرفيا. لدرجه ان انا بقول لكم في بروجكتات بناخد فيها الفول مارك عادي. يعني مش بناخد الفول مارك، يعني في البرزنتيشن بيطلعوا الدكاتره مبسوطين مننا اكتر حاجه. مش بنكون وصلنا اصلا اسف، مش بنكون وصلنا اصلا للريكومنديشن ولا الكونكلوجن. فما تخافوش من الحته دي، الموضوع سهل خالص بسيط خالص. الريكومنديشن والاناليسيز سوري، الريكومنديشن والكونكلوجن مش نهايه العالم، هي المساحه بتاعتهم البسيطه بس، وبعدين عادي مفيش مشكله. في عجاله لو في وقت في الشرح بتقول واحده او 2 من الريكومنديشن، سوري الكونكلوجن الاول، الكونكلوجن لانها هي الاهم، بعدين واحده او 2 من الريكومنديشن اللي هي القصيره مثلا. والله احنا بنوصي ان الموضوع يتم في مكان فيه مطر معرفش ايه كده. والله احنا بنوصي بدل ما تستخدم واجهة المستخدم كذا بالنسبة للناس اللي شغالة اي حاجة فيها بروجرامينج وكده، بدل ما تستخدم واجهة كذا لا تستخدم كذا لان لقيناها بعد ما خلصنا اسرع. هكذا سهلة خالص. بعدين الحتة اللي كان في ناس كتير مش واخده بالها منها، الليتريتشر سايد يا شباب. زي ما قلت لكم في الاول لازم تبقى عارف المكان اللي انت جايب منه اللينك ده بيتكلم عن ايه، ومحتوى اللينك ذات نفسه ايه. يعني انا ما ينفعش احط له لينك بيتكلم عن مياه الامطار في السودان، ما هي مش
يعني بالعجل كده اصلا هو مش هيبقى فاهم انت بتتكلم على ايه. وما تفتكرش ان اللينكات دي محدش بيفتحها. انا حرفيا كان في واحد جاي بيرخم عليا بيقول لي لا جيب لي اللينك ده ذات نفسه كان فيه ايه. يعني الحمد لله ان احنا كنا واخدين بالنا منها الحتة دي وذكرناها له. لان للاسف مش زي ما احنا فاكرين ان المقيم بيبقى معاه بقى بوسترات كتير واكيد مش هياخد باله من الحته دي. لا والله انا بصراحه مش عارف ازاي بيعملوها، بسم الله ما شاء الله عليهم. بس هما حرفيا بيكونوا فاكرين كل مشروع فيه ايه، وبيكونوا فاكرين يمكن اكتر مننا. يا ريت ما تغفلوش على الحته اللي هي بتاعه ال... اللينكات دي، وتبقوا عارفين كل لينك بيودي ايه وايه الكونتنت اللي انتوا جايبينه منه. الفيرسر انفورميشن مش بنتكلم عنها خالص. الاكنولجمنت في الشرح مش بنتكلم عنها خالص. كده احنا بنكون خلصنا البوستر بس. واحنا مخلصين زي ما بدأنا الفنل بتاعنا كده من فوق كبير، ضيقنا لغاية ما وصلنا الكونتنت بتاعنا واتكلمنا عن مزايا المشروع بتاعتنا. بنطلع وان احنا بنوضح برضو في النهاية نوضح في النهاية ان احنا والله البروجكت بتاعنا كان جامد وحلو وكل حاجة، بس من غير زيطة طبعا. ولان ليه بتكلم في البداية وفي النهاية. حد متمكن يكون يا ستيف، خلاص يا ستيف اكتب لنا في الكومنتات طيب يا ستيف، عشان وقت الموضوع، بس عشان الشباب ما يتأخروش. زي ما كان واحد قوي بيتكلم في الاول وبيدي دفع للمقيم ان احنا واضحين وبنتكلم وعارفين احنا بنتكلم في ايه. واحد في النهاية اتكلم بثقة كده ان هو احنا برضو وبعد ما خلصنا المشروع وثانك يو وما عارفش ايه واحنا متشرفين، وحتى التطبيلة صغيرة كده ما تبينش خالص ان انت يعني بتطبل وكده. وببساطة كده انت خلصت ايه البرزنتيشن بتاعك. لو حد عنده سؤال في البرزنتيشن بعد ما هعمل سمرايز تاني للكلام اللي انا قلته في 3 دقائق ان شاء الله اكتبوه. بس ثواني هخلص السمرايزيشن بتاعي وبعدين نكتب الكومنتات بتاعتكم ونجاوب على الاسئله ان شاء الله. يا احمد يا حاتم بتشرحوا لل3 مقيمين. وثانيه عشان ما تضيعش الاسئله بس انا هتكلم ثانيه. بسم الله. نتكلم عن الملخص بتاع اللايف ده. اول حاجه اتكلمنا عنها. اوكي، اول حاجه اتكلمنا عن تعريف الكابستون وان هو الملخص بتاع المشروع بتاعنا خلال الترم كامل. بنلخصه عباره عن 15 ل 20 دقيقه عرض مع كل مقيم، وكل مقيم بيتشرح له ال 15 ل 20 دقيقه عرض وحدهم. وما تخافوش الحته دي مش حته وحشه ان احنا بنشرح لكل واحد، ده بالعكس ان احنا بنشرح للاول بناخد خبره منه او بنشوف الاسئله اللي هو علق عليها وكده. بعدين نشرح للتاني، بعدين نشرح للتالت. وما تخافوش خالص الموضوع سهل وخالص جدا ان شاء الله. اللي بعد كده اتكلمنا عن المقيم بيدخل عليك بيلقى التحية، انت بتلقى التحية الناحية التانية. بعدين انسى العربي خالص، اعمل فورمات للعربي من دماغك. وهتكلم شوية في الدردشة بتاعتنا ان احنا في ناس اخطاء كنا بنقع فيها وكده في الانجليش وبتاع، هنتكلم فيها شوية ان شاء الله. فننسى حتة الانجليش خالص، ننسى حتة العربي. نلتزم بالزي المدرسي، ما مش عارف ولا فستان ولا بدلة عشان ما تتهنوش. بس انا عشان وجعت قبل كده انا بديكم النصايح بتاعتي يعني. بس بعدين اتكلمنا عن تقسيمتين محتملتين للبوستر بتاعنا. انت ممكن تمشي عليها، انا ممكن ما امشيش عليها، ده ممكن يمشي عليها، ده ممكن يعمل واحدة تاني خالص براحتكم. لان كل تيم مش زي التاني، فيا ريت يا شباب ما حدش بعد ما خلص اللايف يدخل على الجروب بتاع الكابستون بتاعه ويدخل يقول له عبد الرحمن قال كذا. انا ماليش دعوه بيك، انا بقول لك دي طريقه ممكن تستخدمها. حاضر يا محمد يا فتحي، هنزل بالسماء. تمام. بعدين التقسيمتين اللي قلت عليهم ممكن حد قوي خالص اللي هو يبدا معانا الانترودكشن وتعريف التيم. بعدين ياخد حد قوي اللي تحت منه في القوه ياخد الاناليسيز. بعدين اللي بعده ياخد الماتيريالز والميثودز. وبعدين الريكومنديشن والكونكلوجن مع الشخص
يا شباب هو مش ضعيف ولا حاجه، هو يعني انا عارف امكانياتي ساعات، انا عارف امكانيات، ببقى والله انا شايف ان انا مش هبقى احسن واحد لو قدمت البتاع ده. انا عايز برضه في الاول وفي الاخر مصلحه التيم، ما تجيش على نفسك وتقول لا والله هو مش احسن مني. هو لو احسن منك، لو احسن منك بالفعل سيبه يعني دايما فكر في مصلحتك. تمام. التقسيمه الثانيه اللي اتكلمت عليها ان حد يبقى متوسط في الاول، يبدا بالانترودكشن سوري، يبقى ضعيف يبدا بالانترودكشن بتاعت التيم اللي هو تعريف التيم وكده، ويسحب في الاخر خالص يتكلم تاني عشان ما يبينش للمقيم بس ان هو قاعد ساكت. الريكومنديشن والكونكلوجن. بعدين اتكلمنا عن الصور والجرافات، لازم نعرف كل صورة وكل جراف واخدينها من فين. بعدين نعرف اللينكات اللي في الليترشر سايتد واخدينها من فين بالظبط، والمعلومات اللي موجودة في الليترشر سايتد عفوا ايه هي بالظبط لكل واحدة منهم، لان المقيم بيفتح كل واحد فيهم وبيشوف كويس انت جايب منه ايه معلومة. تمام. طبعا اتكلمنا عن البودي لانجوج، بعدين ان احنا التون بتاع الصوت والصوت ذات نفسه، واتكلمنا عن ازاي نظبط البوزيشن بتاعنا احنا واقفين، واللي بيتكلم يطلع سنه قدام بس كده عشان يدي المقيم ايحاء ان هو اللي بيتكلم عشان يركز معاه وهكذا. نبتسم للمقيم اول ما يدخل، نتكلم بصوت واضح، ما نعليش صوتنا على الاخر ولا نوطيه، ولا نسرع في الكلام ولا نهدي خالص في الكلام. قلنا برضو لو عايزين نتفرج على حاجة كويسة تنفعنا، نتفرج على تيد توك في الحوار ده، لانه هو كويس خالص في الحوار ده بصراحة وهتتعلم منه خالص. بعدين اتمرنوا خالص يا جدعان بعد اذنكم، والله يعني بجد انا مش يعني مش عارف اوضح المعلومة دي ازاي، بس بجد التمرن عليه والله هيفرق معاكم خالص. يعني انا في 3 كابستونات تقريبا دخلت وانا مش محضر فيهم حرفيا 3 مع اخر مقيم، بس حتى اللي ببقى اتعودت على الكلام اللي انا بقوله. بس الحمد لله الموضوع ده في تالتة مشيت يعني، او حاولت اتفاديته يعني، وحضرت قبل ما ادخل البتاع، وحرفيا يعني الحمد لله ما وقفتش ولا مرة مع اي مقيم، فالموضوع ده بيفرق خالص. تمام. اتكلمنا بعدين عن ان انت جاي تتحاسب على المعرض بس، تتحاسب على البرزنتيشن بتاعك بس، ممكن تزيد مش هتنقص، ممكن تزيد مش هتنقص. شكرا يا عبد النبي. بعدين اتكلمنا عن التجريب البروتوتايب بتاعنا وازاي نعمل له فيديو. ممكن تصوروا الفيديو برضو في اول ما تروحوا اليوم بتاعكم اللي هو يوم الاكسبيشن الصبح، تاخدوا بالكم من السيفتي، واي حاجه حاطين فيها حاجه مضطره للسيفتي يا شباب بعد اذنكم لو ينفع تبدلوها، سواء صورتوا فيديو او لا او كده، يا ريت بعد اذنكم تبدلوها لو ما فيهاش السيفتي. ما تقطعوش بعض ابدا غير لو انتم ما بينكم اشاره معينه ماشيين بيها مثلا مع بعض، ان انتوا تبدلوا مع بعض بيها. تمام. اتكلمنا عن الموضوع ده. بعدين اتكلمنا عن ازاي بنبدا الموضوع الفن اللي اتكلمنا عليه زي المخروط كده، بنبدا من الجراند تشالنج، ندخل بعدين عفوا ندخل بعدين على التشالنج بتاعتنا، بعدين ندخل على البريل سوليوشن ونوضح اللي هي ازاي اصلا الجراند تشالنج دي والتشالنج سوري البريل سوليوشن دي فيها عيوب، وان احنا الجروب بتاعنا ان احنا جامدين وهنتفادى العيوب دي بان احنا هنعمل ايه. تيجي داخل بعدين على السوليوشن بتاعك، توضح له السوليوشن بتاعك قد ايه هو مفيد وقد ايه هو يعني فعال مثلا. وبعدين تدخل من الحته دي، بعدين تدخل له بحته المزايا بتاعته. بعد ما تدخل على المزايا تدخل ايه عن الريزلتس بتاعتك في عجاله يا شباب. الانترودكشن اللي بيتكلم في الاول في عجاله بيدي نبذه عن على النتائج بتاعتكم، والله ان احنا وصلنا بمقدار كذا في كذا بس. بعدين ينتقل للماتيريالز، واتكلمنا عن هتتكلم ان شاء الله عن الماتيريال دي استخدمتها ازاي واستخدمتها ليه. تمام. وايه الطريقه اللي عملت كومباينيشن ما بين الماتيريالز مع بعض. تمام. بعد كده هنتكلم على الميثودز، وتتكلم بشرح في الميثودز، تشرح انت ليه عملت كذا، ليه عملت كذا. يعني مثلا ليه وصلت دي بزاويه 45، لان اكيد كل حاجه انت عاملها
كل حاجة انت عاملها اكيد ليها ايه، اكيد ليها سبب. يعني انت ما وصلتش بزاوية 45 مثلا بدون سبب، اكيد ليها سبب. وانت بتشرح ان احنا وصلنا بزاوية 45 والله ده كان بسبب كذا، انها بتجمع ميه اكتر، لان سرعة الميه التدفق بتاعها بتزيد، ايا يكن الحاجة اللي انت ايه، آه، الحاجة اللي انت يعني عملت الحاجة دي على اساسها يعني. بعدين بتدخل على التست بتاعك، التست مش تست بلان يا شباب، التست اللي هو الفيديو بتاعك. ثانية يا ياسر هجاوب على السؤال ده بعد ما اخلص حالا، لان السؤال ده مهم خالص. آه بعد ما اخلص بدخل على اناليسز. الاناليسز عايز حد متمكن زي ما قلت لكم، يا ريت حد يكون برضو عنده شويه من طاقه الحفظ، لان الاناليسز ساعات انت وفي نص الاناليسز كده لو اي مشتت خارجي شتتك، بتحاول يعني بتقعد ثانيتين ثلاثه كده، وده مش حلو ان انت عشان تجمع المعلومه يعني. فيا ريت حد يكون متمكن يتكلم عن الاناليسز. بعدين الكونكلوجن والريكومنديشن في عجاله يا شباب. لو سألكم على التريتشر سايتد بتقولوا، لو ما سألكمش ما بتتكلموش عليها. الفيرست انفورميشن ما بتتكلموش عليها. نبتدي بس في حتة مهمة، يعني حتة مهمة خالص المرة دي، اللي هي السؤال اللي يسأله لنا المقيم بيسألنا ولا لا. للأسف المقيم بيسألكم، وهنا بالظبط النقطة اللي الناس كتير بتوقع فيها. يعني لو حاولنا نجيب الاخطاء بتاعت الناس او اخطائي انا عموما والجروب بتاعي، الجروبات بتاعتي على مدار الخمس كابستونات، بنلاقي ان احنا اكتر حته بنقع فيها اسئله المقيم. طب ليه؟ انت مثلا عندك البوستر بتاعك مجهز مجهز المعلومه دي صح، انا مجهز الانترودكشن، مجهز البرزنتيشن للاخر، انا عارف هطلع اقول ايه، وانا راجل قدراتي في الحفظ والانجليش 100%. طلعت اتكلمت واحد اتنين تلاتة، شرحت عجبته خلاص. زي ما قلت لكم في الاول، انت في الانترودكشن ممكن تضيع دقيقتين، وانت بتنتقل من بين واحد للتاني بتضيع دقيقتين. مثلا على سبيل المثال كده انت فاضل معاك 11 دقيقة، ال 11 دقيقة دول حرفيا مش هتعرف تستغل اكتر من حوالي 8 مثلا. على سبيل المثال انتوا 4 كل واحد هيتكلم دقيقتين، وما تفتكرش ان الدقيقتين دول قليلين. انت وبتشرح هتحس ان انت الدقيقتين دول يعني مطولين معاك خالص. هيفضل معاك 3 دقايق في الاخر، وساعات بتبقى اكتر. ودايما انا بقول ان انت تاخد وقتك كامل انت وبتشرح، لان المقيم لو زنقك اسئله في الاخر حرفيا هتتهان. انا معلش انا مش بخوفكم ولا حاجه، بس كل ما يزود اسئله عليك تمام، انت بتحط نفسك في موقف الخسران، انت بتحط نفسك في موقف عارفين اللي هو مثلا انا بحقق معاك حرفيا هيفصلكم. لكن لو ما اديتوش فرصه ان هو يسال كتير، يعني هيبقى في سؤالين او ثلاثه وهكذا. وهقول لكم الاسئله الايه الشائعه اللي كانت بتتسال لنا يعني. طيب يا ريت لو حد يكتب ورايا مثلا، لو اي حد في التيم بتاعكم يكتب ورايا بس الحاجات اللي انا هقولها. رقم 1، ليه اخترتوا اسم المشروع، او اخترتوا اسم المشروع ده ليه بالذات؟ ايه ده، هو ده سؤال؟ سؤال، واتسأل لنا في معظم في كل البرزنتيشنات او كل البروجكتات اللي احنا عملناها. ليه اخترت اسم المشروع ده؟ طيب هل انت عندك سبب علمي ليه؟ والله في مرة احنا كان عندنا سبب علمي. كنا عاملين طوبة على شكل بتحاكي اسنان سمكة معينة، فاحنا بنتكلم كان اسمها توث بلوك. توث اللي هي اسنان، وبلوك عشان صخرة مثلا او طوبة. فده اكسبلينيشن حلو تمام 100%. ده بالنسبة لنا اولى يعني. هيسألكم ليه اخترتوا اسم البروجكت ده. تمام. السؤال اللي بعد كده اللي بيغلس فيه، اللي هو زي ما اتكلمنا، الصورة دي جبتها من فين وجايبها ليه، او بتوضح ايه. دي سهلة لو انت مذاكر. ماشي ماشي يا ستيفن. ستيفن برضه يا شباب في سنة تالتة معاكم، وبيقول لي ان هو اتسأل له في كل الكابستونات ليه عملت البروجكت ده بالاسم ده. بعدين في سؤال غلس وبيتسأل، لا مش لازم يا فاطمة، او يا فاطمة سوري، فاطمة، مش لازم اسم علمي، ممكن يكون حاجة ليها مغزى. مثلا احنا في مرة كنا مسميينها، كان عندنا المشروع بتاعنا عن رافعة كده، او اللي هي الكريم بالانجلش، سميناها مودرن تاور كرين.
تاور كرين ده نوع من الروافع، ومودرن اللي هو احنا حسينا ان هي جديده مثلا كده. مش لازم اسم علمي، بس في نفس الوقت يبقى ليك سبب. يعني ما ينفعش اسميه. كان في حد صاحبنا يعني ربنا يذكره بالخير دلوقتي، كان عايز يسميها على اسماء اول حروف من اسماء التيم، مثلا عبد الرحمن واحمد ومحمد ومحمود، ايه ايه ام ام. يعني ما هو عايز يسألك سبحان الله. آية ماضي بتقول لي طيب لو عملنا على أول حرف من كل تي. يا شباب، هو انتوا لو سلمتوا البوستر فخلاص، يعني انتوا يعني كده انتوا سلمتوه. فحاولوا الاسم ده او الحروف بتاعتكم دي تطلعوا لها يعني مدلول، فهماني؟ يعني ما تقولوش والله على اسم كل واحدة فينا. احنا مش بنتكلم على المشروع ده مثلا، مش بنحطه في الدولاب عندنا في البيت لما بنروح ونقول ان احنا عملناه وكده، لا. حبيبي يا حجاج، حبيبي يا اخويا. فيا ريت يا ريت تفكروا في الموضوع في الاسم ده تاني، يا ريت يعني. طيب السؤال التاني الغلس اللي هو تكلفة المشروع ده على أرض الواقع هتبقى عاملة كام؟ وده سؤال حقيقي يا شباب اتسأل لي أنا شخصيا، وحرفيا أنا معرفتش أجاوب بصراحة. يعني إحنا مثلا عاملين البادجت بتاعنا لا تتعدى 600 جنيه، وإحنا عملنا والله البروجكت بتاعنا ب 400. تمام، عملنا البروجكت بتاعنا ب 400، حلو خالص. حاجة يقول لك البروجكت ده لما يتنفذ على أرض الواقع يتنفذ بكام؟ هو السؤال مخادع طبعا، السؤال مخادع ليه؟ لأن أنت ذات نفسك يعني، ولا أنت ولا المقيم ولا مهندس هيديك رقم تقريبي عن الموضوع ده على أرض الواقع. ليه؟ لأن أنت مش عارف الماتيريالز اللي أنت هتبني بيها، مش عارف تكلفة الماتيريال دي بكام. يعني أنا مثلا بنيت هنا بالكرتون، اكيد مش هبني هنا بالكرتون، هبني مثلا بالستانلس ستيل، هبني باي ماده مش بتصدي ايا يكن الماده دي، اكيد انا مش عارف سعرها كام. فالسؤال ده مخادع ليه؟ هو بيسالك عشان يشوف تفكيرك ازاي، يشوف تفكيرك ازاي. فوالله سي مثلا قلت له والله هتكلف 200,000، هيقول لك على اساس ايه؟ ما هو مش هيسيبك، مش هيقول لك 200,000 كويس والله، لا مش هيقول لك كده. هيقول لك ببساطه ليه. والله انت الحاجات البسيطه اللي ممكن تقولها له، اول حاجة ان احنا هنستخدم مادة كذا. تمام، لو بنيناها في الحقيقة، شوف اي مادة مثلا غير قابلة للصدأ مثلا وحطها له، لو بتاعت المية يعني وكده. والله حط له مادة بالصدأ وقول له مثلا اقل 10,000، ماشي يا ياسر. والله يقول له مثلا سعر كذا وهكذا. هو مش عايز سعر حقيقي، هو عايز يشوفك انت بتفكر ازاي. والله انت اتكلمت عن ان احنا هنعمل كذا، او نستخدم مادة كذا والسعر بتاعها كذا والمصنع هياخد كذا. والله انت تمام، هو ده بس اللي هو اللي عايزه منك حبيبي يا مارو. بس يعني السؤال هو مخادع، وده ما لهوش اجابة صريحة ومحدش عارف اجابته، حتى هو المقيم، بس هو بيشوفك بتفكر ازاي. طيب آه، طيب يا فاطمة، لا أقصد إن معنى الاسم مش علمي، بس ليه علاقة بطريقة معينة. أوكي مفيش مشاكل، هو ليه معنى، طالما ليه معنى خلاص إن شاء الله. طيب هجاوب عليك يا أحمد يا محمد في سؤال الإنجليش والعربي ده حالا يعني، بس ما أخلص الحتة بتاعتي دي بعدين هندخل على الأسئلة. ماشي يا مارو. ندخل على السؤال اللي بعد كده. اتكلمنا عن إيه السؤال؟ سوري، اتكلمنا عن تكلفة المشروع في الحقيقة، اتكلمنا عن ايه تاني؟ اتكلمنا عن ايه تاني؟ انا نسيت. اتكلمنا عن ايه تاني يا شباب؟ اه انا مش فاكر بصراحة. اسم المشروع ليه، اخترت اسم المشروع ليه، واتكلمنا عن الانجليش بتاعكم. سوري. التكلفة بتاعت المشروع. في تاني من الاسئلة، كان في حد من المقيمين كان بيسأل سؤال برضو مخادع. كان بيقول لنا في تنقية المية دي، فحتة ان انتوا بتجمعوا المية وكده برضو ليها علاقة. كان يجي يقول لنا هو انتوا لو جبت لكم جزء من المية اللي انتوا بتعملوا لها فلتريشن دي هتشربوه؟ عايز يشوفك انت مدى ثقتك في البروجكت بتاعك ازاي. يعني ممكن يجي يقول لك لو البروجكت بتاعك ده مطلع مية والمية دي بتدخل في بيتكم انت، هل انت هتشرب منها؟ هل هتثق فيها؟ انت ببساطة ما تدخلش تقول له مش هي مش كده، هي مش ماشية كده.
انت ببساطه هتشرح له المميزات بتاعتك ببساطه كده بسرعه. قول والله بما ان البروجكت بتاعنا عنده تنقية مية مثلا او كذا بنسبة كذا، مثلا انا والله عندي ثقة في البروجكت بتاعنا كذا، ولان النتائج بتاعتنا اللي احنا طلعناها ايه يعني مدياني ثقة ان انا اتكلم واقول ان انا مثلا حثق فيها. تمام، ده سؤال مخادع برضو من الاسئلة اللي هم بيسألوها. ايه تاني؟ هو بس غالبا الاسئلة دي اللي افتكرتها دلوقتي. هندخل على الكومنتات حالا، وهنبدأ بالكومنت بتاع ياسر. اول سؤال بيسأل ياسر: عادي اقرا من البوستر؟ عادي اقرا من البوستر، بس في ايه؟ في حالات ان انا خلاص نسيت يعني نسيت كل حاجه، خلاص مفيش قدامي حل غير ان انا ابص بسرعه على البوستر. لو انا مراجع البوستر كويس، هنا بيبان الشخص اللي مراجع البوستر من الشخص اللي هو اي كلام. لو انا مراجع البوستر بمجرد ان انا هبص بصه وعارف مكان الحاجه اللي انا نسيتها، تمام، وهقولها له بسرعه. بس انا وبقولها له مش لازم ابين له ان انا والله نسيتها خالص وكده، لا، انا هقول له as shown here in the poster in figure كذا مثلا، وابص على الرقم اللي انا عايزه واقوله له. يعني مثلا بتكلم على البوبوليشن مثلا، اقول له البوبوليشن انا نسيت النسبه مثلا، والله هقول له هو organization said that ما اعرفش كام percent of population كذا انا نسيت as shown in this graph مثلا. اشاور له على الجراف وانا ابص عليه، هو هياخد نظره على الجراف، وانا في اللحظه دي هبص على البوستر بتاعي واعرف ايه الموضوع اللي انا كنت بتكلم عليه، وبسرعه كده هخطفها واحطها له. تمام، دي اول سؤال من ياسر. في سؤال تاني من ياسر حلو، بيقول لو هو اتكلم معايا عربي انا اتكلم معاه انجليش ولا عربي؟ لا شباب، هقول الكلام ده تاني، انا اسف يعني. بمجرد ان انت هو قال لك سلام عليكم او قال لك هلو، سلام عليكم سلام عليكم، تبدا انجليش، بص تلغي اللغه العربيه من دماغك حتى بعد ما تخلص البرزنتيشن. يعني تاخد بعد ما المقيم يمشي منك كده، تاخد دقيقه كده ما تتكلمش عربي، ما تتكلمش مع زمايلك عربي، انسى العربي خالص في فتره برزنتيشن. عشان في ناس كتير بتتلخبط، عادي مفيش مشكله اتلخبط. اللي بيسال البورتفوليو، لا مش بنشرح البورتفوليو. لو اتلخبطنا في الانجليش، يعني كان في واحد صاحبنا هو قاعد معانا في اللايف دلوقتي ولا مش المهم، بعد ما خلص بيشرح بالانجلش بتاعه كده بقى، راح قال للمقيمه بنجيبهم ونقسمهم على عددهم، اللي هو ده يعني انت حرفيا لو خلصت الشرح بتاعك انجلش كويس راجل سليم 100%، هتدي اللي هو هيبص لك بصه المقيم غريبه كده، اللي انت بعد ما شد ده كله جاي عند اخر حته وتتكلم عربي. فحاول تركز في الحته دي، وصدقوني التمرين مش هيسيب اي حاجه ان شاء الله. سؤال تاني: طيب انا مش كاتب فيجر. انا مش فاهم يا ياسر انت قصدك ايه؟ انا مش فاهم، مش كاتب فيجر. حاضر يا مريم، هتكلم عن الراوند. انا مش كاتب فيجر دي، مش فاهم معناها ايه، بس غالبا تقصد انا مش مرقم الفيجر. يعني لو انت مش مرقم الفيجر هتنقص على الموضوع ده، لان ترقيم الفيجرز عليه درجات، وكتابة الفيجر ان انت تمنشن فيجر 1 وفيجر 2 ده في حد ذاتها عليه درجات. يعني فيجر 1 هير، تمام، ومنشن تحت الفيجر 1 ممنشنها كاتبها از شون انفجر كذا، وهنا كاتبه في الكونتست كلمه ايه الكونتكست بتاع الكلام، كاتب ان فيجر 1 وهنا فيجر 2 واستم شرقيه فوق. كاتب ان هو ايه ممنشن للفيجر دي، فدي في حد ذاتها عليها درجه. ليه؟ لان انا في مره يا شباب، والله صدقوني او ما تصدقونيش يعني، بس ده اللي حصل، كنت كاتب فيجر 1 از شون فيجر 1 في البوستر بالاف سمول وحاطط بعديها 1 عادي. المقيم شاف ان احنا حاطين تحت الفيجر، تحت الرسمه الاصليه كاتبين اف كابيتال، تمام، وبعدين 1 عادي. راح قال لنا لا، من اداب الريسيرش او حاجه زي كده مش فاكر يعني، ان انت زي ما منشن هنا فيجر 1 بالاف سمول تمنشن هنا فيجر 1 بالاف سمول برضو. فدي حاجه يعني ممكن ما يوصلش معاكم للدرجه فيها، يعني احنا كنا في سنه ثالثه في الموضوع ده، او كنا في سنه تانية تقريبا، فخدوا بالكم منها. يعني الفيجر يعني الصور يا شباب، الفيجر يعني الصور بتاعتكم اللي انتوا حاطينها في البوستر. يا حازم حبيبي يا حازم،
طيب الراوند يا مريم، الراوند ده عبارة عن الفترة، يعني راوند يعني ايه؟ الجولة. مش عارف هي ترجمة حرفية كده صح؟ لا. الراوند يعني ال- الراوند بتاعت مقيم واحد، يعني إن المقيم واحد بيدخل بيتكلم معاك او بيشرح معاك، ده اسمه راوند، بتبقى من 15 ل 20 دقيقة. تمام، هي دي الراوند. عندكم 3 راوندات. تمام، سلمنا البوستر ومش عملنا الفيجر. يا ياسر وضح لي في الكومنتات اذا كنت ما عملتش فيجر، ما حطيتش فيجر اصلا، ودي هتبقى مصيبة ان شاء الله، يعني بعيد الشر عليكم، دي تبقى مصيبة لو انت ما حطيتش فيجر، وان انت ما كتبتش او ما منشنتش للفيجرز دي، يعني مصيبة بس اقل. فاهمني؟ فاكتب لي بالله عشان انا خايف عليك يا ابني. طيب ما رقمتش الفيجرز في البورتفوليو، لو يا باسم ما رقمتش الفيجرز في البورتفوليو ومعاك وقت تسلم البورتفوليو تاني، يا ريت ترقمها. ما رقمتهاش ولا كأني في حاجة، ما تجيش ناحيتها خالص. المقيمين عادي والله بيمشوها في البورتفوليو، بيمشوها عادي. لما المقيم يجي لك مرة في فدي راوند، بالظبط كده يا نور. بسم الله. الجولة بالظبط يا عمار. طيب يا شباب، يعني فترة الأسئلة، يا ريت اللي كان كاتب أسئلة فوق يكتبها لنا تاني تحت. ويا ستيفن اكتب لنا شوية من خبراتك يا باشا، يعني ستيفن يا شباب معانا في سنة تالتة، فممكن يدينا من خبراته يعني. مصيبة والحمد لله؟ لا إن شاء الله مش مصيبة. بص يا ياسر، آه، لو ما كتبتش أو ما حطيتش الفيجر، لو ما حطيتش فيجرز خالص، فأنا هقول لك دي مصيبة ليه. لان واحد عندك فيجرز تمام في الانترودكشن، واحدة او اتنين تلاتة، فاهمني؟ دي بتحط statistics، بتحط صورة مثلا للبرايس سوليوشن بتاعك، فده ذات في حد ذاته ده جزء من الانترودكشن، فانت هتنقص هنا في جزء الانترودكشن. تاني حاجة هتنقص في جزء الايه، هتنقص في جزء الميثودز، لان انت الريبريزنتيشن بتاع الميثودز بالصور بيبقى احسن للمقيم طبعا، وبتبين ان انت الخطوات اللي انت مشيت بيها وكذا، فدي مصيبة تاني. طيب ان شاء الله مش مصيبة ولا حاجة، يعني ان شاء الله تعدي على خير. بعدين في الاناليسيز انا مش فاهم انت ما كتبتش فيجرز ازاي، فيا ريت تشرح لي، هل انت ما رقمتش الفيجرز بس، ولا انت ما حطيتش فيجرز؟ انا والله يا ابن قلبي وجعني عليك. يا عمر يا خالد مش عامل منشن للفيجرز؟ بسيطة ان شاء الله، بسيطة زي ما انت يعني، خالص مفيش مشكلة. ممكن تحفظ اللايف ان شاء الله، هحفظه يا شهد، وهينزل على اليوتيوب برضو، عشان انا عارف ان انا اتكلمت بهدوء في اللايف، بس عشان ناخد راحتنا، ولو عايزين تسرعوه كده عشان تلحقوا وتشوفوه بسرعة. يا منة يا منة، تقييم الفيجرز لازم. طب لا انا بكلمكم يا شباب والله، المقيم ركز على حته ان انا كاتب اف كابيتال واف سمول، يعني هو ممكن ما يركزش مع الناس كلها، بس حته ان انت الناس ترقم دي في حد ذاتها حاجه تاني، فدي غالبا هتنقصوا عليها ان شاء الله، او ما تنقصوش يعني، اقصد يعني لا قدر الله. احنا هنعرض فيديو تيست بلان. طيب يا منى، ما اسمهاش تيست بلان، يعني اسمه تيست بس. تمام، تيست بلان ده حاجة كتابية زي ما قلت في أول لايف. تيست بلان ده حاجة كتابية بتتكتب عشان تشوف الديزاين ريكويرمنتس بتاعتك، حصل لها ماتشنج بالبروتوتايب ولا لا. اللي انتوا هتعرضوه في الفيديو تمام اسمه التيست، اعرضوه عادي طبعا، بس يا ريت ما يبقاش طويل خالص عليه، ولو حاطين ميوزك هادية كده معاه والله يعني الحاجات دي بتعجبهم خالص. مثلا حاطط صور في الابستراكت والانترودكشن. لا والله انت يا ياسر كده صعبت عليا يا ابني، او مش صعبت عليا. ياسر يا ريت تتواصل معايا بعد ما اخلص اللايف وتبعت لي البوستر بتاعك، عايز اشوف انت عملت ايه. اصلا ما ينفعش تحط في الابستراكت اصلا صور، انا مش عارف يعني انت رجعت البوستر بتاعك مع حد من المدرسين الكابستون قبل ما تسلم ولا لا؟ لانه اكيد ما سمحلكش ان انت تحط فيجرز في الابستراكت، مش للدرجه. انترودكشن ماشي حاطط ماشي، لكن مش لدرجه ان انت تحطها في الابستراكت. الابستراكت 250 كلمه ماكسيمم، مش بيتحط معاه اي صوره.
احنا اتنين اللي كتبنا البوستر بشكل كبير، يعني 80% او 60%، ومعانا واحد ما عملش في الكابستون حاجة خالص، وده بسبب ممكن يبقى المنظر تمام. الحتة دي حلوة خالص، شكرا يا جيدو. ماشي يا جيدو، بص يا صاحبي، الموضوع ان بالفعل كل تيم غالبا هتلاقي حد مشتغلش، تمام، او حد اشتغل في حاجة والتاني اشتغل في حاجة، بس هم مش عاملين ميكس مع بعض. فده الجزء اللي انا بتكلم فيه يا شباب، الحتة التحضير. والله التحضير حرفيا هو ملخص اللايف. التحضير لو انتم محضرين كويس اي لايف هتضغطوا عليه. وزي ما قلت لك، لو عايز مثلا آه، لو عايز مثلا ان انت تبين يعني ايه، عايز تبين ان هو اشتغل معاكم وما تبينش ان هو ضعيف معاكم، ببساطة هتدي له الانترودكشن بتاعكم، يدخل يتكلم بصوت عالي، واحد اتنين تلاتة. اول ما يتكلم حد ثقة المقيم ان هو اتكلم في الاول، وبعدين يرجع في الاخر يتكلم في سواء في الريكومنديشن او في الكونكلوجن، هيبقى الشكل ان انتوا كلكم اتكلمتوا في نفس الوقت، هو ما خدش حمل عليه. طيب، عيد جزء تقسيمة البوستر وعلى اساس ايه؟ طيب تقسيمتين بسرعة تاني لاخر مرة ان شاء الله. اول حاجة، يا اما شخص قوي خالص يبتدي في الاول تعريف الجروب والانترودكشن بالابستراكت، يعني هم بندمجهم في بعض وبندي الملخص بتاعهم، وبعدين اللي تحت منه على طول بياخد الاناليسيز لان هي صعبة. بعدين اللي بعده بياخد الميثودز والماتيريالز لانهم يعني اقل صعوبة. بعدين اللي في الاخر بياخد ايه؟ الر... بياخد الريكومنديشن والكونكلوجن. طيب مثلا آه شايفين ان انتوا عندكم تقسيمة تاني غير دي، ممكن تبدأ بحد ضعيف زي ما انا كلمت اسلام ولا مين، زي ما انا كلمت جيدو فوق، ان هو لو شايف مثلا في حد ضعيف ممكن تبدأ بيه بالانترودكشن بتاعت التيم، وتخلي جزء في الاخر ليه كايه كونكلوجن، وهكذا، بحيث ان هو ما يبانش ان هو ما اتكلمش كتير. لو اللي عامل البوستر حط ترقيم في الفيجرز بنفس ترقيم البورتفوليو، ده غلط. بص، هو السؤال هو مش سؤال، انا مش فاهم قصدك يعني. انا مش فاهم ايه حط في البوستر زي ترقيم البورتفوليو. معلش وضح السؤال يا زياد تاني. بالنسبة للتوتر، صح، ماشي، شكرا يا روان. التوتر يا شباب بيمشي مع التدريب، ده مفروغ منه. ان انت بتشرح قدام حد، يعني حاول تشرح لو في امكانية ان انت تشرح قدام حد من تيم مختلف عنكم، يا ريت تشرح. ده هيكسر الحاجز الرهبة ما بينك ما بين الشرح وكده. وصدقوني هي اول مرة بس بتشرح فيها البروجكت، بعد كده انت حرفيا تبقى متمكن منها. الميثودز حاطط 4 صور. طيب ماشي يا ياسر، كويس خالص. في كل راوند بتشرح انترودكشن وكده. كل يا شباب كل راوند بنشرح من الاول وجديد، للمقيم من الاول وجديد. اوكي. اكتب ورقة صغيرة فيها النقط الاساسية في الاكسبريشن ولا لا؟ اوكي، سؤال مهم برضو من فارس. بص يا فارس، والله عايز تكتب بس ما تبينهاش للمقيم. ازاي يعني؟ في حين ما انت تكون بتتكلم، مش انت اللي هتستخدمها. يعني مثلا انا بتكلم، انت تكون بتستخدم الورقه دي عشان تراجع مثلا، انت وايه، انت والمقيم مش باصص عليك. لكن انت وبتتكلم وتبص عليها، لا، هيبقى منظرها وحش. ممكن تستبدلها بايه؟ بان انت فاتح اللابتوب قدامك كده، او فاتح او بص على البوستر، تخطف بصه سريعه على البوستر وترجع له تاني. بس يعني ما فيهاش مشكله انك تبص على الماستر، دي ما فيهاش مشكله. ده بالعكس، انت هتلجأ في بعض الاحيان ان انت تبص على البوستر كده، تديله والله ان احنا اتكلمنا على الحته دي في الحته دي از منشن انفجر كذا، وتشاور له عليها، فانت بتفتكر معاه. اوكي. آه، اوكي، السؤال اللي بعده. ممكن اكتب حاجه على البوستر بالقلم. بص،
وانت يا هاني قصدك ان انت، لو قصدك ان انت تتذاكى على المقيم وتبين ان انت البوستر بتاعنا كده، وقبل ما هو يجي يقيم اكتب له مثلا فيجر كذا فيجر كذا فيجر كذا، لو ده قصدك، فللاسف مش هينفع. قول لي ليه؟ لان المقيم اثناء الشرح هو مش بيدقق في كل حاجه في البوستر ده، واحد. غير كده ان هو بيكون اصلا جرى البوستر واداك الدرج عليه زي ما قلت لك في الاول. فاهمني ازاي؟ هو اداك الدرج عليه بالفعل. فانت لما يعني انت دلوقتي هتكتب عليها، انت بتغش مين؟ فاهمني؟ هو شاف بالفعل ان انت ما كتبتش فيجرز عليها. فزي ما قلت لك سيبها، يا اما تمنشن له ان انت نسيت تتكلم على الفيجرز. وشايف ان حته يعني الموضوع ده، يعني هو مش هيبقى كانك غلطت غلطه عاديه، فانت ممكن تسيبها كده احسن، ان انت ما تبينلهوش ان انت نسيت الفيجر وكده. ماشي. لو سمحت تتواصل معاك ازاي؟ على الصفحة يا ياسر، او على البروفايل بتاعي عادي. لو عايز اسمي عبد الرحمن احمد، او تكتب زوزة في السيرش هيظهر لك ان شاء الله. بالنسبة لأحمد عبيد، مش بيدقق معاك فعلا في البوستر. ويا شباب ما تاخدوش الموضوع على ان هو مثلا زي ما انا شرحته كده مش صعب وبتاع، لا هو الموضوع اسهل من كده، بس هو محتاج تدريب مش اكتر. المقيمين بصراحة كانوا في سنة اولى معانا في الترم الاول متساهلين خالص، وبيهدونا احنا بنتكلم وكده، عارفين ان يعني هو الموضوع دايما صعب في الاول. تمام. بس ما تتعودش ان انت كل مرة هيبقى صعب سهل معاك كده. لا هو في الاول هما بياخدوك بالراحه كده وبيهديك وممكن يبتسم في وشك. بس ما تتفاجئش بعد كده في سنه تانية ولا في سنه ولا الترم التاني ان المقيم بيجي يقف قدامك كده، هو بيتفرج، هو بيسمع منك بيعمل كده. ده حرفيا المقيم بيعمله، لان هو المفروض ان هو ما يديلكش اي امبريشن خالص عن اي حاجه انت قلتها، او مش لازم يبين لك ان هو فرحان او زعلان. فده طبيعي لو بين لك، فهو في مقيمين بتبين كده، في مقيمين مش بتبين، فما تخافوش من الحته دي. آه، اوكي. هو اشرح ازاي الاناليسيس في وقت قصير ده بس. اوكي. هو الاناليسيس المشكله بتاعتها ان هي بتحتاج حد فاهمها كويس عشان يشرحها. فانت دايما يا شاه، تمام، حاولي تجريها مره واثنين وثلاثه وتشرحيها بطريقتك. يعني ممكن تشرح اللي موجود في البوستر بالظبط زي ما انت كاتباها في البوستر، بتشرحيها في المعرض. هي يعني بالظبط كده زي ما مكتوبة بتقوليها. ممكن تختصري شوية حاجات كده، ممكن في حاجات مش مهمة، أكيد في حاجات مش كلها مهمة، ممكن تختصريها الحاجات اللي مش مهمة دي بس. آه لو في صورة متكررة في البوستر لأنها أوضح، وأنا مش فاهم يعني ليه مكررين الصورة طالما في صورة أوضح، ما حطيتوش الصورة الواضحة ليه من الأول؟ أوكي، يعني مثلا بدل ما يبدأ بفيجر 1 بدأ بفيجر 12 يا زياد. اه هو بص، هي دي هتبقى مشكلة، تمام، بس انت مشكلتك سهلة. لان انت غلطان في رقم بس مش اكتر. ممكن تحل المشكلة دي بان انت تقول له ان ده خطأ مطبعي بس مش اكتر، فاهمني؟ والرقم واحد زي 12 قريبين من بعض، فاهمني؟ قول والله ان احنا غلطنا في الارقام وكده بس. يا حسناء، بالنسبة بالظبط كده بتحط التست بتاعك في فيديو بسيط و... وخلاص كده وبتعرضيه. طيب يا شباب، لا يا شباب، يا رنا مش بيبص على البورتفوليو اصلا خلاص. آه وبيتقيم على اساس ايه البورتفوليو؟ ليه الكرايتيريا اللي بيتقسم عليها وبيتصحح عليه على اساس ايه؟ المدرسين هم اللي عارفينها اكتر طبعا. المقيمين بيركزوا في الكلام بالانجلش وكده ولا لا؟ يعني مش خالص، يعني لو انت في سنة اولى وهكذا. طيب يا شباب، انا خلصت الحمد لله. لو حد عنده اي سؤال تاني يبعت لي على الماسنجر عادي. هسيب لكم الفيديو ان شاء الله، الملخص بتاعه على اليوتيوب لو حد عايز يرجع ليه تاني. لو في سؤال قبل ما نقفل 5 دقايق بس عشان انا طولت، انا عارف ان انا طولت عليكم. لو في سؤال
اخر سؤال ايه؟ ما هي المتكررة هي الاوضح، الميثودز، ومرة في الاناليسيس. اوكي، يعني مش ورا بعض، لا خلاص تمام، متكررة عشان في مكانين مختلفين. اوكي تمام. يعني المينيمم، مفيش مينيمم يا منى، مفيش مينيمم للفيديو بتاع التيست. بتشوفي المناسب، يعني ما يتعداش دقيقتين بس عشان الموضوع ما يبقاش ممل، وما يقلش عن مثلا 30 ثانية مثلا او كذا، يعني فاهماني؟ حاول تضيع بيه وقت شوية عشان ما تسيبوش دايما ما تسيبوش للمقيم فرصة كبيرة ان هو يسألكم. يعني لو اديتوا له دقيقة او دقيقتين يبقى كويس خالص. العفو يا احمد، شكرا لله طبعا حبيبي، ده واجبي طبعا. الجرافس والتيبل، التيبل وحده ترقيم وحده، والجراف ترقيم وحده. يعني مثلا الجرافس والصور العادية ليها وحديها، التيبل خلوه تيبل 1 تيبل 2 وهكذا. لو عاملين مثلا جداول وكده، نعمل مونتاج لفيديو التست، اعملوا مونتاج لفيديو التست وخلوه سريع، يعني فاهمني؟ اوكي يا ياسر، كلمني انت، بعت لي ماسنجر وانا هرد عليك ان شاء الله. شكرا لك عبدو، ده شكرا لله حبيبي عمور. الابستراكت ايه نظامه في البرزنتيشن؟ الابستراكت يا شباب، المستر قال لنا ما تتكلموش على الابستراكت خالص. قال لنا لان انت زي بتعمل ماركتنج وكده، فالابستراكت ما هي عباره عن تلخيص المشروع، فانت مش مضطر ان انت تقول. تبداوا بجزء منها بسيط اوكي، بس لو لاحظت ان الانترودكشن ذات نفسها اصلا هي الابستراكت بس على واسع، فانت بتتكلم الابستراكت هو الانترودكشن. فاهمين ازاي؟ احنا عاملينه 20 ثانية، مفيش مشكلة طالما شارح كويس الفيديو، مشروع كويس. اوكي. حبيبي يا محمد، لا ولا تعب ولا حاجة. لا ان شاء الله مش هتنزل سي يا ياسر. حبيبي يا ياسر، ربنا يخليك. الفيجرز في الميثودز يفضل، انا بحط عادة، بحط ميثود صورة او اتنين يعني، مش كتير. ما حطيتهاش عادي، مفيش مشكلة. آه، طيب يا شباب، عادي اكتب اسمي وبعدها اللقب على طول، ولا لازم اكتبه بالترتيب وهو ثنائي ولا ثلاثي؟ مفيش حاجه اسمها اللقب، بتكتب اسمك زي ما هو في شهاده الميلاد عادي يا محمد. آه، طيب يا شباب، في اي سؤال تاني مهم حبيبي يا هاني؟ ربنا يخليكم. لا ان شاء الله مفيش اف ولا حاجه يا ياسر. طيب يا شباب، مفيش مشكلة، هي مش بالعدد يا شذا، مش بالعدد خالص. الموضوع مش بالعدد، حاطين اتنين، حاطين تلاتة، حاطين اربعة، طالما هي موصلة الرسالة كويس فخلاص ان شاء الله. هو مش الديدلاين يا محمد عزت، في ناس ما سلمتش، صح، نسيت، في ناس كانت بتقول ان هي ما سلمتش وكده. راجعوا تاني على الفيديو اللي انا نزلته على اليوتيوب بتاع مراجعة البوستر، وتأكدوا من الحتة بتاعت الفيجرز اللي اتكلمنا عليها، وتأكدوا ان انتوا عارفين مكان الصور فين او جايبينها من فين يعني، وانه اللينكات عارفينها جايبينها من فين، وايه الكونتنت بتاعها. بس هو ده اللي عايز اقوله للناس اللي ما سلمتش. مش حاطين صور في الانترو، مفيش مشكلة يعني، بس هو اللي انا اعرفه ان المفروض بتحط يعني، مش عارف هل هي عليها درجة الحتة دي ولا دي حاجة اختيارية. بس انتوا لو حاطين صورة يعني، مش صورة واحدة يعني على الاقل يعني، مفيش مشكلة. كاتب على التيبل ان هو فيجر، مفيش، عادي خالص. يا فارس، قلت لك ما تكتبش ورقة. عايز تعمل باوربوينت بالنقط المهمة تبص فيها بسرعة ويبقى الخط بتاعها كبير، فده كويس ليك وهيبقى بروفيشنال اكتر. عايز تبص على البوستر، اوكي برضه. اسم الشانل زي جاليري يا شباب، وتابعوا البيج ذات نفسها، البيج بينزل عليها كل حاجة، اي فيديو بينزل على اليوتيوب بنزل اللينك بتاعها على البيج اللي انتوا شايفين الفيديو ده منها. فين الفيديو على اليوتيوب؟ هنزل لينك حاضر في الكومنتات يا شيماء. العفو يا حبيبي، على ايه يا فارس؟ طيب يا شباب، قبل ما اقفل حابب اقول ان انا يعني شكرا لكم ان انتوا استحملتوني الوقت ده كله. الموضوع ما كانش مجهز ليه بصراحة، يعني انا حرفيا من
من ساعة ما نزلت البوست حرفيا فكرت ان انا اعمل الفيديو ده. وحصل مشاكل طبعا في اليوتيوب زي ما انتوا عارفين. ان شاء الله المرة الجاية يبقى اللايف احسن بكواليتي احسن من كده. لو عايزين لايفات تاني زي كده او استفدتوا اي حاجة اكتبوا لي في الكومنتات على على الفيديو ده. وان شاء الله ربنا يخليك يا محمد. ان شاء الله مش اخر فيديو لينا مع بعض. لو استفدتوا اي حاجه قولوا لي يعني، او في حاجه شفتوها غلط مثلا بطول في الفيديو. انا عارف ان انا طولت بس عشان انتوا سنه اولى وكده حبيت اوضح او يعني اوضح الحته بزياده يعني اكتر من لو هشرح لحد في تانية او في تالتة وكده. ربنا يخليك يا فادي. طيب يا شباب نستأذن كده بقى ولا ايه؟ ربنا يخليك يا شذا. العفو يا شباب. ما تنسوش تدوني الفيدباك بتاعي على البوست اللي هينزل على البيج، وتتابعوا البيج طبعا والقناة على اليوتيوب عشان اللايفات بعدين هتبقى هناك ان شاء الله. حبيبي يا زياد. طيب يلا سلام عليكم يا شباب.